صواريخ التوماهوك الذي يبلغ عددها 59 واستهدفت مطار الشعيرات في سوريا. هذه هي الصور لعملية الإطلاق، صور أولية تردنا الآن. وطبعا هذه الصواريخ كما ذكرنا استهدفت قاعدة الشعيرات أو مطار الشعيرات، حيث يتم الحديث بأنه من هناك استخدم النظام الطائرات لاستخدام الكيمياوي في ضربته على خان شيخون. هذه هي صور ما زلنا نتابعها سويا نحن والمشاهدين وأيضا ضيوفنا الكرام لعملية إطلاق صواريخ التوماهوك، وكما ذكرنا مشاهدينا عددها 59 ودائما حسب المصادر العسكرية الأمريكية. طبعا منذ ساعة أو أكثر تقريبا بدأت هذه الغارات والضربات على سوريا. يتم الحديث عن أنها ضربة محددة حتى الآن، ولكن كما ذكر ضيوفنا ومراسلتنا بأن هناك 4 خيارات أعطيت للرئيس ترامب، اختار منها هذا الخيار، ويقال بأنه هناك خيارين. هذا كان الخيار الأول ضرب مطار الشعيرات، ولكن حتى الآن ليس هناك أي تفاصيل عن الخيار الثاني الذي يمكن أن يتخذه ترامب. العديد من المواقف طبعا صدرت منذ اللحظة الأولى لهذه الضربات، وكلمة مقتضبة جدا كانت للرئيس ترامب. أيضا وزير الخارجية تيلرسون كان تحدث وأعطى العديد من التصريحات، منها بأن الغارات تعكس إرادة ترامب في الفعل عند تجاوز الخطوط. قال أيضا أمريكا لديها قدر كبير من اليقين في أن غاز السارين استخدم في الهجوم الكيميائي بسوريا. أيضا الرئيس ترامب كان له العديد من المواقف غير طبعا كان تحدث عن أن ما حصل في سوريا هو عار على جبين الإنسانية، وبأن هذا القصف هو مروع. ترامب قال أيضا أن أمريكا انتصرت للعدالة بعد الضربة على سوريا. أيضا ذكر بأنه على كل الأمم المتحضرة عليها أن تسعى لإنهاء سفك الدماء في سوريا. أيضا قال ترامب أن الأسد قتل رجالا ونساء وأطفالا عزل. وما زلنا طبعا نتابع هذه الصور لعملية إطلاق صواريخ التوماهوك الذي استهدفت مطار الشعيرات. ونعود الآن إلى ضيوفنا. أستاذ خالد صفوري، بالنسبة لما ذكره وزير الخارجية تيلرسون بأنهم لم يبلغوا أو لم يأخذوا موافقة روسيا على هذه الضربات،